حد شاف سيميوني؟ النبي حاج انت شفت سيميوني؟ طب انت كابتن يا اللي هناك شفت سيميوني؟ انت يا مدريدي انت شفت سيميوني؟ خلاص مالكش دعوه انت بالموضوع ده. هو انت ما تجيش غير عندنا احنا بس وتعمل راجل. مش شايفك. هو في ايه؟ هو في ايه النهارده؟ أربعة 10 دقايق، في 10 دقايق 3 أجوان. في حاجة يا عم سيميوني؟ مالك انت فين؟ انت فين؟ مارتينيلي حط حتة جون يا جدعان، حتة جون اقسم بالله. ارتو، ارتو كده على طول. وعندهم واد في نص الملعب كده اسمه ايزي. ايزي ده واد لذيذ والله، يعني اسم على المسمى. هو ايزي خالص لذيذ، بيمرر كده يمين وشمال ويودي ده ويودي ده. والواد فيكتور اللي هم جايبينه من سبورتنج ده تالا مرزق قوي، مرزق جدا، مش مرزق قوي، مرزق جدا جدا. ايه ده؟ سكينه في الحلاوه يعني. جبريال بيلعبها بالعرض هو عمل كده. ايه ده؟ في ايه يا عم؟ في ايه؟ مش كده. بس يعني هو انت لما بيبقى عندك مهاجم بيتحرك كويس بتبقى ماشيه معاه ورزقه يعني. بس انا لسه ما شفتش منه حاجه تقول ان ده مهاجم فتاك. فعايزين نشوف انطلاقات كده، نشوف تسديدات، نشوف التحامات، نشوف الحاجات بتاعت ابراهيموفيتش دي يا جدعان. الحاجات بتاعت ايتو وابراهيموفيتش، الناس الفراوده اللي احنا كنا بنتفرج عليهم خلاص ما بقاش فيه الكلام ده. دلوقتي بتشوف فراوده بتجيب اجوان بالصدفه اقسم بالله. يلا ما علينا. المهم 4-0. سيميوني ما جريش بعد الماتش وراح سلم على ارتيتا، وده على عكس عادته يعني. في الغالب بينسحب، استخبى كده، خروج مفاجئ. عاش ارسنال 3 ماتشات في بطولة اوروبا مكسب، متصدر الدوري الانجليزي. يا ترى بقى هيكمل على كده ولا هنشوف كلام تاني؟ نتمنى انه يكمل على كده، ونتمنى ان المدفعجية يرجعوا بقى وياخدوا البريمير ليج من سنين طويلة قوي ما خدوش الدوري. انا ما اتذكرش ان الارسنال عنده شامبيون واحد طلع فاكر كويس. ما فاز الارسنال عمره بطولة شامبيون. تتوقع ان الارسنال على نهاية الموسم يكسب الشامبيون ويكسب الدوري الانجليزي؟ اكتب في الكومنتات. يعني لو انت ارسنالي اصيل بقى اكتب وتوقع وتمنى. تمنى يا جدع، يمكن تحصل. يمكن تحصل والله. لو حصلت يعني هعزمك على يوم كامل خروجه كاملة في اي مكان انت تختاره. لو الارسنال خد الدوري وخد الشامبيون، ودي بقى ودي. انا عايزك تفرتك، اديها توقعات واديها لايكات بقى. البارسا. انا مدريدي بس بحب كرة برشلونة من زمان جدا. لامين هو الوحيد اللي في الملعب اللي بيحسسك ان الكرة فيها فن لسه. الواد قطة في الجون الاولاني. هو ما جابوش لوبيز اللي خطفها وكل حاجة، بس الواد قطة احلى من الجون، اقسم بالله احلى من الجون. يا جدعان ده 18 سنة بلس. ده مش 18 سنة عادي، ده 18 بلس. ده جاحد. ده جاحد كفرتي اقسم بالله. بيعمل شوية حاجات في الكورة. آه إيه فنان. مزيكا حاجة كده من ريحة الناس العزاز. انا مش بحب ميسي قوي، عشان بحب كريستيانو اكتر. بس هو في من رونالدينيو، خليها رونالدينيو، مشيها رونالدينيو. انا ما بحبش ميسي قوي يا عم، انا بحب كريستيانو اكتر، فخليها رونالدينيو. جامد يا لمين، اقسم بالله جامد جدا وبتسعد الواحد وهو بيتفرج. فشابوه مليك عليا حلفان ان فرقة برشلونة دي اجدع حصان كان بيجري النهارده 27 سنة. ناشئ عندنا دلوقتي. يعني غسان محمد هاني 27 سنة، عيب عليه. طلع 29 سنة يعني. ده اجدع حصان النهارده كان بيجري. الباقي بقى كله صديقي. تخيل معايا الباقي كله كام؟ 17، 18، 22. في واحد 26 كده، في واحد على جنب كده 26 سنة. موسمين كانت برشلونة بتعاني من اللعيبة، وان هي محتاجة صفقات، وان مفيش فلوس. نفس المشاكل اللي موجودة دلوقتي في نادي الزمالك. هي القصة كلها قصة مدرب. اقنع اللعيبة، اقنع الناس اللي بتتفرج ان برشلونة النهارده داخلة تكسب. العيال بتعمل كل حاجة في الكورة، من باص، من تحرك، من فينش،
متعه جماعيه، كل حاجه بتحصل وانت مش حاسس باي اصابات، مش حاسس اصل ليفاندوسكي مصاب، اصل التاني عنده صليبي، اصل مش مفيش فرقه ماشيه. اول الدوري الاسباني بتلعب بثبات، بتكسب بالناشئين وبتكسب سكور. يعني احنا مش نازلين بس نلعب هو سكور يا باشا. الفرق ما بين الفرق الكبيره والفرق الصغيره، الفرق الكبيره لما بتجيلها فرصه ان هي تدوس بتدوس، ما بتوقفش. لسه بنقول ان الارسنال كسب في 10 دقايق 4 تجوان. برشلونه النهارده في 12 دقيقه 4 تجوان. كل المطوشه بيجي وقت فيها كده بيبقى فيه عدم تركيز من الفرقه، من الفرقتين. الفرقه بقى التقيله بتروح وتقضي وتخلص الموضوع، بيخلص في العشر دقايق دول. لو احنا ما كناش محتاجين اكتر من 10 دقايق دول. الفرقه الصغيره بتروح وتضيع. بس هو ده الفرق. الكرة ثابته، كرة واحده على كل الدنيا. هي الفرق بس امكانيات وعقليه. عقليه لعيب انا رايح انا هتارجت الجول. راشفورد يعني بما ان هو كان اكبرهم سنا فهو لعيب الكبير خلاص، ده عنصر الخبره النهارده راشفورد. فبيحط جوان خبره في الضيقه، جونين في الضيقه. يعني في الجون التاني انا ذات نفسي اتثبت. يعني انا بصراحه انا واقف يا ابن اللعيبه، بس أنا ما عملتش اي حاجه تانية. فشكرا فليك. نروح بقى من على ماتش باريس وباير ليفركوزن. نفس الفكره اللي قلناها لسه في نفس الفيديوهات او في نفس اليوم عن الارسنال عن برشلونة، هنقولها دلوقتي على باريس. 5 دقايق 5 دقايق باريس بيخلص الشوط الاول فرق 3 نقطة من اول السطر. نلعب بقى، مدرب واقف على الخط، لعيبة جاهزة، محطوط بلان. هتيجي الفرصة، هيجي الوقت اللي احنا محتاجينه اللي يبقى فيه تشتت هنخلص بس. فهي عقلية لعيب ومدرب، ضغط 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 ضغط، خلص الماتش على طول. ننزل بقى الشوط التاني نشوف بقى احنا هنقول ايه وهنعمل ايه. اما انا طالع الشوط الاول كسبان فرق 3 صباح الفل، يلا بينا. يعني يلا بينا نشوف انتوا بتقولوا ايه. طبعا باين جدا من نتيجة المباراة ان الماتش كان في اتجاه واحد. باريس يعني ماشية بخطى كويس، بس انت مستني تشوف بطل الشامبيون هيعمل. تتوقع انت السنة دي ان باريس هتفضل على نفس الوضع وهتكسب الشامبيون؟ انا ذات نفسي بقول لا. لو انت شايف ان باريس مكمله وهتاخد الشامبيون السنه دي، طبعا الدوري مش هنتكلم فيه، بقى لها 6 7 سنين مسيطره فملناش دعوه بيه ده. فانت لو متوقع ان باريس هتاخد الشامبيون السنه دي اكتب بقى في الكومنتات، ولايك وشير وسبسكرايب. دي الحلقه الكامله هتشوفها على اليوتيوب بس، ولكن الفيديو ده هيتقسم 3 فيديوهات وهينزلوا تيك توك. فلو انت بتتابعني على التيك توك تعالى يوتيوب اتفرج على الحلقة كاملة. ولو انت بتشوفني في اليوتيوب وعايز كلام مختصر عن الماتش بعينه هتلاقيه في التيك توك. سواء بقى كنت هنا ولا هنا، فانا مش عايز منك اكتر من لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله مكملين ودايما مع مطوشة كتير هنرمي ثرو ونجيب اجوان.